السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي جولتنا من سيدي بشر على البحر لغاية جنينة سيدي بشر، ونشوف مع بعض أسعار الشقق في اسكندرية ايه، عشان في ناس كتير قوي سألتني الأسعار الشقق في الشتاء في اسكندرية عاملة ايه الأيام دي. أنا هوريكم بعض العماير اللي على البحر وأقول لكم أسعار الشقق فيها في الشتاء بالأخص اليومين اللي احنا فيهم دول. طبعا انا اسكندراني ابا عن جد، واشتغلت كتير قوي على البحر وفي المنطقة دي. وكنت بشتغل في الشقق وكنت بشتغل على الرملة. كنت بشتغل في الشاطئ اللي قدامنا ده دلوقتي قبل ما يحطوا فيه بلوكات ويتقفل كده. ومفيش شاطئ ما اشتغلتش عليه بالاخص في منطقة سيدي بشر، واشتغلت في الشقق فترة طويلة، فطبعا عارف كويس اوي الشقق الايام دي في اسكندرية عاملة كام. طبعا انا هوريكم العماير كده واقول لكم على شقق معينه اسعارها كام اللي انا اعرفها وكام اوضه والصاله والكلام ده. بس الاول ناخد كده جولتنا لغايه جنينه سيدي بشر. جو النهارده جميل بصراحه، ما كنتش متوقع ان الجو النهارده هيطلع كده. النهارده السبت 7 يناير 2023. الجو النهارده بصراحه جميل. احنا كده في طريقنا اهو رايحين لجنينة سيدي بشر. جنينة سيدي بشر مكان حديقة الناس بتقعد فيه، الاهالي والشباب والاطفال. والجو النهاردة جميل بصراحة على عكس ما انا توقعت، لان الارصاد كانت قايلة ان الجو النهاردة هيبقى وحش. والناس زي ما انتم شايفين كده العربيات رايحة جاية والناس رايحة اشغالها، وفي ناس طالعة تجري وتتفسح وتتمشى على البحر بالنهار. زي ما انتم شايفين الجو جميل النهارده. هنمشي بقى كده ايه لغايه جنينه سيدي بشر الناحيه التانيه، ونخش الجنينه ونشوف مسجد سيدي بشر. طبعا ده كده المكان اللي قدام جنينه سيدي بشر ومسجد سيدي بشر وفندق رمادة والنساجون الشرقيون الناحيه التانيه على البحر. تعالوا بقى نعدي السكة ونقعد جوه الجنينة ونشوف جامع سيدي بشر من قريب. دي كده جنينة سيدي بشر، وفي ظهرنا مسجد سيدي بشر، وجنبنا فندق على ايدينا الشمال النساجون الشرقيون وفندق رمادة. طبعا جنينة سيدي بشر من زمان قوي الاهالي والاطفال والشباب وكله بيجي يقعد فيها ويلعب فيها. زي ما انتم شايفين كده الاطفال بتلعب كورة، وبالليل طبعا بتبقى جميلة ومع الهوا والقعدة هنا طبعا حاجة خيال. اللي قعد هنا قبل كده فاهم ان القعدة هنا حاجة خيال. وطبعا الجنينة دي في الصيف ما بتبقاش كده، دي بتبقى بالضرب، ما تعرفش تقعد فيها من كتر الناس اللي بيبقوا قاعدين فيها 24 ساعة، لدرجة ان في ناس بتنام هنا في الجنينة دي في الصيف. وطبعا الجنينة ما بقتش زي الاول، يعني الاول كانت احلى من وجهة نظر يعني. وفي ظهرنا اهو مسجد سيدي بشر. طبعا مسجد سيدي بشر معروف، وورا المسجد الترب. والنهارده اليوم جميل بصراحة، الجو ولا ساقع قوي ولا كتمة ولا شتاء، جو غريب كده. هنمشي بقى كده ايه ناحية جامع سيدي بشر، وهنروح بقى نشوف من البلازة بتاعت سيدي بشر من على البحر بعض العماير اللي فيها شقق مميزة وشقق مرغوب فيها من الأسر والأهالي، بالذات في الأيام بتاعت الشتاء. يلا بينا نروح نشوف مع بعض على البحر. طبعا احنا هنا على بلازة سيدي بشر أمام بنزينة موبل. على ايدينا اليمين جنينة سيدي بشر، وعلى ايدينا الشمال خليل حمادة، وأكنك رايح على المنظرة. هنا العماير اللي انا بصور فيها دلوقتي حالا دي في وشي، العمارة اللي فوق مثلا كافيتيريا البروفاج، ولا العمارة دي اللي فوق اللي يعتبر جنب بنزينة موبل على طول. العماير دي يا جماعة بيبتدي فيها الشقق الايام دي في فترة الشتاء من 300 جنيه وانت طالع، يعني على حسب الشقة.
وعلى حسب اللي هيسكنوا اسره ولا شباب، لانك لو اسره بتحتاج اوض اكتر، لو شباب ما بتحتاجش غير اوضه او اوضتين والمكان اللي هتقعد تغير فيه وخلاص. وطبعا اللي بيجي يقعد في اسكندريه بيبقى محتاج الشقة على النومة بس، يعني هو بيبقى طول النهار طبعا بيتفسح في اسكندرية لأنه مش جاي يقعد في البيت. طبعا اللي قدامنا ده خليل حمادة، ودي تعتبر أحسن عمارة على البحر، الزرقاء اللي هناك دي، وهعمل لها فيديو مخصوص لأن هي والعمارة اللي في وشها من أحسن الأساس والعماير اللي في اسكندرية على خط البحر كله، ومن أغلى كمان العماير، وما فيهاش طبعا إيجار، دي تمليك بس. أقل حاجة فيها 180 متر، بنتكلم من فوق المليون جنيه والكلام ده. احنا خلينا دلوقتي في الايجارات اللي قدام المنظر الجميل ده في البحر في الشتاء. ان طبعا ان انت تطلع من اي بيت، من اي شقة من دول، تفتح البلكونة كده الصبح وتشرب قهوتك او شايك الصبح قدام المية، منظر خيالي طبعا وحاجة ايجابية كده وبتغذي روحك كده. طبعا الشاطئ ده شاطئ سيدي بشر واحد المميز، دلوقتي هم عملوه زي عبارة عن كافيتيريا وتندات وكده، بعد ما طبعا المية طلعت بره وما بقاش فيه رملة، فهم برضو شغلوا دماغهم وعملوا الشاطئ وظبطوه. الشواطئ دي كلها بتاعت الصعايدة، العوايسة والرهاينة والمعلم رمضان حجازي والمعلم رضا السيد جلال. الشباب اهي كلها طالعة تجري النهاردة على البحر. المهم يا جماعة، الشقق في العماير اللي قدامكم دي كلها وعلى مسؤوليتي الكلام ده بتبتدي من 300 جنيه على حسب انت عايز كام اوضة، وعلى حسب انتوا اسرة ولا شباب، وعلى حسب انت عايز حاجة سوبر لوكس ولا عايز حاجة يعني تنام فيها وخلاص، مش شرط تبقى نضيفة او من جوه، لان في شقق ايام على البحر مش بتبقى نضيفة. والكلام ده على مسؤوليتي وعلى ضمانتي. ولو انتم عايزيني اطلع اصور لكم الشقق من فوق ومع السماسرة او مع صاحب الشقة، اكتبوا لي في الكومنتات وانا اصور لكم كل الشقق. ولو اي حد عايز يتواصل معايا، طبعا انا ما بعملش اعلانات للشقق، ولكن انا بحاول افيد الناس اللي هتيجي اسكندرية في اجازة نص السنة، او الناس اللي غاويين اسكندرية وبيعشقوا اسكندرية في الشتاء، بمعنى صح الناس اللي بتفهم يعني ايه اسكندريه. فطبعا بيبقوا عايزين يعرفوا الاسعار ماشيه ازاي، وانا الايام دي بسمع اسعار غريبه وده غير حقيقي. فانا زي ما قلت لكم كده، الاسعار بتبتدي من 300 جنيه وشقق نضيفه وجميله وعلى البحر. واللي حابب ان انا اطلع اصور الشقق من فوق يكتب لي في الكومنتات، واللي عايز يتواصل معايا بالتليفون او عن طريق القناه يكلمني، وانا مش هتأخر عن اي حد. لا، اي حاجة ربنا يقدرني عليها ان انا اعملها معاك على طول. وتيجي تشرف وتنور اسكندرية جميلة في الشتاء، العشاق اسكندرية في الشتاء زي ما انتم شايفين الجو جميل واسكندرية فاضية، وكل لما الدنيا بتشتي وكل لما الجو بيسقع بتبقى احلى واحلى. واهالي اسكندرية بيعشقوا اسكندرية في جو الشتاء والسقعة. احنا خلاص اتعودنا على كده وجتتنا نحست بمعنى اصح، ما بقيناش بنسقعه. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. ولو عجبك الفيديو دعمنا باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.